صباح الخير. جينا نفطر وقعدنا بالقعدة الخارجية مش القعدة الداخلية. كتير بحترم الفندق اللي بحط فواكه طازة صراحة. هون بالشمال على فكرة مميزين بالمخللات، إطلالة كتير حلوة. ميزة الفندق هون إنه جاي على الساحل، كل شيء قريب علينا. يعني هون بتقدر تنزل تتمشى قريب، تقدروا تروحوا على السوق مشي، وعلى محطة التلفريك مشي، وعلى ساحة البلدية مشي. وهون دايما بصير في فعاليات وفي بحطوا ألعاب بالويك. هذا فندق أنيمون، يعني هو مو بعيد كثير، بس اللي بيميزه صراحة انه اطلالته مباشرة جدا على البحر، فالقعدة فيه كثير اريح من هون. يعني هون عشان تفتح شباك الغرفة لا، بدك تسمع كل اصوات السيارات والناس والعالم. بس طبعا لما بسكر خلص ما بتسمع شيء. بس بأنيمون، أنيمون القعدة على باب الغرفة قدامك الحديقة صغيرة وعلى البحر مباشرة، هدوء ورواء وراحة حقيقة. هذا الساحل لسه غير الساحل اللي عند فندق هيلتون. هناك الساحل كتير كمان حلو كتير، اللي محل تعشينا امبارح مطعم تمور، كتير حلو الساحل. الحلوة التقيت بفهد والتقيت بجواهر. بأي صف فهد انت؟ رابع ابتدائي. وانتي جوجو؟ جواهر مش جواهر، الجوهرة. مبسوطة هون جوهرة؟ حلو أرض فهد؟ مبسوطين؟ الله يسعدكم يا رب ويخلي لي إياك. الله يسعدهم الجوهرة وفهد حبايبي، الله يخليهم لأهاليهم ويحفظهم يا رب بجاه اسم لا إله إلا الله. أردو مش بس مدينة الأكسجين، أردو كمان مدينة البندق. يعني 75% من البندق المصدر للعالم هو من تركيا، وتحديدا من أردو. اللي حيشوف التقارير عندي بالتقرير اللي بمنتدى زاد المسافر ومنتدى مسافرون حول العالم، حتلاقوا جزء عن حصاد البندق وعن تنشيفه. غير انه بحر اردو كتير حلو، وغير انه السوق فيها حلو، وغير انه كل شيء فيها حلو. كمان احكي لكم شغل، الجو فيها بعقد، والمطاعم هون جدا رخيصة مقارنة بالمطاعم في المدن الاخرى، جدا رخيصة ما بتخيلوا. كمان حلو باردو انه ما فيها زحمة، يعني هو شارع طويل، الوصول لاي مكان فيها سهل جدا، اشارات توضيحية واضحة كتير. قبل ما انسى يا جماعة، لما تدخلوا على اي فندق اول اشي بتعملوه لازم تحطوا اغراضكم الشخصية المهمة الثمينة في الخزنة. الثمينة يعني فلوسكم مش الذهب، اوعكم حد يجيب معه ذهب او تلبسي لي خواتم ولا تلبسي لي اساور، اوعك. واول شي بتعملوه لما تيجي تطلع من الفندق، قبل ما تضبي اي اشي بتضبوا الجوازات والفلوس اللي بالخزنة، لان هذيك اليوم لما طلعنا من الفندق يالا بارك، بعد ما طلعنا من الفندق تقريبا ب5 دقائق تذكرنا انه احنا جوازاتنا وفلوسنا بالخزنة. الحمد لله رب العالمين، كنا قراب ورجعنا بسرعة واخذنا اغراضنا ومشينا. بس طبعا لو لا قدر الله طولنا ولا بعدنا كان ممكن يصير اشي ثاني. طول ما انتم ماشيين حتلاقوا محلات بندق بسموها فندق. الجو في اردو ادفى من أوزنغول وآيدر طبعا واكيزدرا، بس قريب شوي من طرابزون. اللي بيسألوني أنا بنفع أروح أردو وأرجع على طرابزون؟ لا، ما بنفع. أردو مدينة كاملة تاخذ العقل يا جماعة، لا تضيعوها عليكم. المسافة من مطار طرابزون لأردو تقريبا ساعتين، ساعتين ونص. بس لا، استمتعوا في أردو، أردو كتير حلوة. هاخدكم هلا على التلفريك، أنا من نسيت صراحة بفتح الساعة 8 ولا 9. هشوف إذا فاتح نطلع فيه وبفرجيكم إياه. فندق سينما، فندق حلو كتير، موقعه كتير ممتاز، غرفة ممتازة، سرير مريح جدا. يعيبه فقط عدم وجود للأسف ما في مواقف للسيارات كافية، إضافة إلى أنه إذا فتحت شباك الغرفة في إزعاج للشارع الرئيسي. جينا على مصنع أو معرض، المصنع ما بخلنا ندخل، ساقرة للشوكولاتة. بيعتمد اعتماد رئيسي على البندق في تصنيع الشوكولاتة. المعرض تقريبا بيبعد عن الفندق 6 كيلو باتجاه طرابزون، كأننا راجعين على طرابزون. الشوكولاتة عندهم فعلا مميزة ومختلفة، وبتنافس الشوكولاتات الأوروبية.
الشوكولاتات اللي بالكيلو هدول سعرهم غالي، الكيلو ب 140 ليرة. هون شوكولاتة محشية بندق، حبة بندق. وهون الزبيب شوكولاتة بيضة وسودا. هون إذا بتحبوا يعبي لكم هو طبعا هم كله بندق، في دارك وايت. انصحكم بهاي الشوكولاتة. هون اللي بده زي شوكولاتة نوتيلا على فكرة، بس هون هدول صغار. هاي كمان بالويفرز مع البندق والشوكولاتة كتير طيبة. هون بالشوكولاتة البيضاء هذا النوع وهذا النوع فاخر جدا وكتير طيب. هون ستات لبيوت الشطار اللي بدها بندق مطحون خشن طبعا عشان تعمل فيه حلوياتها الخاصة. رجعنا هلا بالطريق لأوردو عشان ناخدكم على التلفريك. هاي وصلنا محطة التلفريك، صفينا السيارة في موقف السيارات، أظن بياخدوا على الساعة 3. شوفوا ما شاء الله هناك زحمة زحمة مع إنه مش نهاية أسبوع. هاي اللوحة بتوضح إنه العرباية الواحدة بتاخد 8 أشخاص، ممنوع التدخين، أطفال أقل من 0 ل 6 سنين ممنوع يطلعوا لحالهم، كمان إنه تحافظوا على نظافة المكان العرباية. هون طبعا حديقة وهناك بحر وكافيهات ومطاعم ما شاء الله. وشوفوا الطابور. السعر في أيام الأسبوع 6 ليرة، في نهاية الأسبوع 7 ليرة، الأطفال 3 و4. الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المنظر رائع. مع إنه كان ازدحام بس العربيات سريعة ما شاء الله. Hadi sen gel, sen de gel. صلوا على النبي يا جماعة. Aşağıda niye öyle? Hadi karıştırma, boş ver. Gitsinler. قربنا نوصل لفوق لأبوز تبة، وللعلم إنه ممكن نروح بالسيارة بس بالتلفريك كتير أحلى حقيقة. وصلنا ما شاء الله لأبوز تبة فوق. طول ما انتم ماشيين حتلاقوا أكشاك بيبيعوا الهدايا التذكارية تاعت أوردو. هدول المغناطيسات اللي بتحطوا على الثلاجة. على فكرة هذا شعار أوردو البندق. هون عادة بصير الطيران بالباراشوت. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. لأن الشمس هون مقابلتنا مو مبينة جمال المنظر، سبحان اللي خلق. طيب شوفوا اجتني استفسارات عن الجوازات. يا جماعة الجوازات لا تاخدوها معاكم، خد صورة من الجواز خليها معك بس، وجوازك خليه بالفندق بالخزنة. كتير صار قصص انه الناس تكون ماخذة معها بمحفظتها او بشنطتها الجواز وينسرقوا. تفضلوا اخلصوا عاد هلا كيف بدكم تروحوا. وطبعا اكيد حتروحوا والسفارات يعني بتتعاون، بس سمت بدن وقهرة يعني سمت بدن خلص. القعدة هون ما بتمل ابدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني اللهم صل على سيدنا محمد. الله يبارك لهم الله يبارك لهم. أولادي وبناتي انتبهوا لما تسافروا تكونوا لابسين إشي مريح، سواء بالطيارة أو حتى خلال فترة السفر. لازم يكون معاكم لبس مريح، اللبس وتكرموا الأحذية. ضروري جدا أن تكونوا لابسين بوت رياضة أو حذاء تكرموا مريح. الصبايا اللي بيلبسوا العبايات من فضلكم ديروا بالكم ما تكون العباية طويلة كتير عشان ما تتعرضي وانتي طالعة السلم الكهربائي ممكن تعلق بالسلم. نزلنا بالتلفريك، ضروري جدا تضل معكم تذاكر التلفريك، لانه اذا ما كانت معكم ما بدخلوكم، تدفع تذكرة للشخص الواحد مش للعربة الواحدة، 6 ليرة للشخص. حلو يا شيخ.
هذا مشتل سامسون الحكومي، غردت عنه السنة الماضية على تويتر، وبرضه كتبت بالتقارير عنه رائع. الحمد لله رب العالمين، وصلنا سامسون ونزلنا لأول مرة بفندق نيبا رويال هوتيل. هذا مدخل الفندق، هون ريسبشن قاعدة، الألوان مستخدمينها حلوة كتير. هون كمان قاعدة تانية. كالعادة لازم أفرجيكم الغرفة قبل ما نكركبها. الحدائق في سمسون ما شاء الله على مدى نظرك، وأكثر ساحل مخدوم شفته بعمري هو ساحل سمسون. بيازا مول بجنن، فيه كل إشي عندهم هون. جينا على بيازا مول على إكبار ريستورانت، طبعا إحنا مجربينه، أنا بأكد لكم إنه الأكل طيب 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 ورخيص. عندهم الطبايخ والإدامات والفاصوليا، هاي الفاصوليا بدها عندهم كتير طيبة، فلفلة محشية. هناك في فاصوليا خضرة كمان كتير طيبة. تاخذ صينية بتطلب الطلب اللي بدك اياه، وبعدين تيجي تدفع هون. نصيحة يا جماعة اللي بسامسون يجوا هون، زاكي كتير. صباح الخير، يلا نفطر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من امبارح ما سكت المطر، بيقوى شوي وبيقل شوي، بس ما شاء الله ما توقف على الإطلاق. اليوم كان مفروض نروح على وزير كوبري ووادي كانيون، بس غيرنا لا مش حيطلع التصوير حلو ولا حننبسط هناك بسبب الجو، فعم نفكر نروح على السوق اللي جنبينا، مجيدية، شارع المجيدية. خلينا أشوف إن شاء الله بتزبط معنا المشوار. طلعنا من الفندق ناحية اليمين، لأنه هون في محطة تاكسيات، اللي ما معه سيارة ممكن ياخد تاكسي، وهناك إذا شايفين الترام بس إحنا ما بنحتاجه. هون في حديقة حلوة كتير كمان، اللي بحب يجي يتنزه. هذا المنظر طبيعي جدا بتشوفوه بكل تركيا، ما يهمكم منه، حتى لو صاحي ما بيعمل إشي. لما طلعنا من الفندق رحنا ناحية اليمين، في شارع بنوك، بعدين هون في محلات، وفي بآخر الشارع صرافين اللي بحب. شفنا كثير محلات نظارات سواء شمسية أو نظر، وأسعارهم كثير أحسن من عنا على فكرة. الصراحة هون في سمسون من محلات الذهب محل اسمه كوباتان. هذا المحل ممتاز، أسعاره خيالية صراحة كثير. شوف الأسعار. السوق كله ما شاء الله ملابس، محجبات طويلة ومحتشمة وكتير مرتبة، وكله عامل تنزيلات عشان ما يزعل الشباب كمان. ترى في محلات كتير رجالي مرتبة كتير كتير. والله يا جماعة ريحة الفراولة من بعيد ما شاء الله. بيش قالته؟ اللهم صل على سيدنا محمد. شكل الفاكهة مش طبيعية عندهم، الله يبارك لهم. كنا طالبين يغيرونا الغرفة لأنه هذيك شوي مكشوفة، والحمد لله رب العالمين غيروها للدور الأعلى، وكانوا فعلا متعاونين جدا. دخلتكم هلأ مكان إن شاء الله كتير حلو من عبق التاريخ، غرد عنه أبو فهد عاشق اسطنبول. اللهم صل على سيدنا محمد. مناظر خلابة طول الطريق، تخيلوا ما شاء الله. الباب فتح لحاله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. حاسة إني رجعت آلاف السنين. الحجر هون بيحكي بينطق.
مكان خيال خيال خيال. شوف الخبز ما شاء الله. Şeyma çektikten sonra söyle. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سمسون حلوة حلوة حلوة. سمسون في الشمال التركي. يجينا نشرب فنجان قهوة بألتن ميشي بارك. هي غابات ما شاء الله، وفي مطعم في كافيه، حاطين حركات حلوة اشياء حلوة. هون هذا محل القهوة، هلا بعطيكم اسمه بالضبط. هاي اطلالة الكافيه. هذا المبنى الابيض الطويل اللي بعيد هناك هذا فندق شيراتون. السنة الماضية جينا تغدينا في هذا المطعم وكان اكله كتير طيب. ان شاء الله اذا صار معنا مجال نيجي ناكل هم نيجي، بس في شغلة كتير حلوة حبيتها عنده. تفاجأنا انه في 2 من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم داون سندروم وبيشتغلوا عادي وما شاء الله ممتاز. وصل طلبي. ان شاء الله ربي يرزق الزوج الصالح. هذا الصغير ها؟ الوسطاني. يا جماعة أنا مو قادرة أترك هالمكان، يعني القعدة رائعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله.